اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. زي ما حضراتكم يعني تابعتوا قبل الفاصل، كان معانا مداخله مهمه جدا من الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره، وطلبنا منه ان في حاله، وسالناه ان في حاله تقدم نادي الزمالك بطلب باعاده مباراه شباب بلوزداد المقامه يوم 10 فبراير الى استاد القاهره مره تانية، هل ممكن مسؤولي الاستاد يوافقوا؟ فهو وعدني ان هو هيتكلم في حاله الزمالك طلب الطلب ده، ان هو هيتكلم مع المسؤول بتاع الصيانه والرجل الفني المسؤول الفني للملعب ان هو يستثني يوم مباراه الزمالك، وان الزمالك يرجع يلعب على استاد القاهره. في الفاصل اتكلمت مع المستشار مرتضى منصور، اتكلمت مع امير مرتضى منصور، وان شاء الله في خبر يعني حصري لينا اكيد طبعا، الزمالك النهارده هيبعت خطاب للمسؤولين يطالب باعاده المباراه لاستاد القاهره، وان شاء الله المسؤولين بتوع استاد القاهره مش هيمنعوا. ارجوكم يا جماعه، دي انطلاقه الزمالك الافريقيه لازم تبقى في استاد القاهره. في فرق 9 ايام كافيين قوي انهم يجهزوا الملعب لبطوله افريقيا للشباب. ما ينفعش الزمالك ينقل يروح يلعب في ملعب برج العرب، ما ينفعش. الماتش ده ماتش صعب على الزمالك، محتاج لازم يبقى في وسط جمهوره في ملعب الملعب التاريخي بتاعه. مع احترامي الكبير لملعب برج العرب، ملعب هايل وصرح عظيم، ولكن لازم الكلام ده يحصل. ودور المسؤولين ان هم يساعدوا الانديه المصريه ان هم يكملوا ويكملوا في افريقيا ويشتغلوا بشكل كويس. وده حلم لكل الزملكاويه ان هم يفوزوا بالبطوله الافريقيه السادسه. حلم. فارجوكم الاجراءات هتتاخد والجواب هيتبعت. الحمد لله احنا اتحركنا بشكل كويس وده دورنا، ده دورنا. وان شاء الله باذن الله يبقى خير ان الماتش يرجع لاستاد القاهره.